السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية ان انت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح الأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة اللي هنتكلم عنه اسمه مستعمل. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي اكتر من 1,000,000 عملية تنزيل، وسعة التخزين بتاعته 11 ميجا بايت، واخد 4.6 تقييم نجمة من المستخدمين. التطبيق ده بيتكلم عن ايه؟ هو وجهة مستخدم بسيطة، بيتكلم عن ان هو بيعمل اعلانات مصنفة، بيسمح للمستخدمين باعلان عن سيارات مستعملة وجديدة. بيهدف التطبيق ده لتسهيل عمليات بيع وشراء العربيات بين الافراد. كمان يا جماعة عايزة اقولكوا ان هو بيقدم لك فئة كبيرة من العربيات اللي بتكون متاحة، والعربيات اللي بتكون الناس منزلاها عن طريق التطبيق ده. المميزات اللي في البرنامج ده يا جماعة ان هو وجهة بسيطة الاستخدام، مناسب لجميع الفئات العمرية، ليه شعبية كبيرة جدا، عدد التنزيلات فيه كبيرة، وده بيشير لان شعبيته والثقة المستخدمين فيه بتكون عالية. التطبيق ده بيوفر لك امكانية الاعلانات عن انواع مختلفة من العربيات. طب عيوب التطبيق ده ايه يا جماعة؟ ان هو بيعتمد الاعتماد الكبير على الاعلانات، وده بيعمل ازعاج للمستخدمين. كمان يا جماعة بيحتوي على اعلانات مزيفة وعربيات غير موجودة، وهو في الحال يعني يا جماعة دي بتكون منصة اعلانات. فدي حاجة من العيوب البرنامج، ان هو بينزل حاجات مزيفة وعربيات مش موجودة. كمان صعب ان انت بتتحقق من الهوية بتاعة المعلن او مصداقيته في الحاجة، او الحاجة هي كويسة ولا لا. اراء الناس فيه يا جماعة زي ما قلتلكوا ان هو ليه شعبية كبيرة جدا التطبيق ده، وكتير بيشكر فيه وكتير بيقولوا ان هو حلو جدا. بس كمان في ناس بتسيب فيه وبتقول ان هو بطيء والاستجابة بتاعته ضعيفة، مهما دخل رقم التليفون والاسم ما بيقبلش افراد او فرق للدعم. كمان يا جماعة عايزة اقولكم ان التطبيق ده مفيد ليك لو انت بتدور على عربية مستعملة، او كنت بتدور على ابليكيشن تنزله تبيع من عليه عربيتك، بيوفر عليك وقت ومجهود. التطبيق بتاعنا يا جماعة مفيد لبعض الناس وبيوفر لهم وقت ومجهود كتير جدا. عايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان احنا القناه بتاعتنا المكان الوحيد للكلام عن التطبيقات بدون تحيز لاي تطبيق، وكل واحد في قناتنا بيقول تجربته الحقيقيه علشان خاطر القناه بتاعتنا دي هي من افضل القنوات اللي انت ممكن تشوفها. بنثبت تعليقه علشان الكل يستفيد من تجربته، سواء كانت تجربه ايجابيه او سلبيه. استنى تعليقه لان تعليقه هيفيد غيركم. مع السلامه.